ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي عبارة عن البطاطس المحمرة. هنعملها بطريقة خفيفة قوي بدون قلي على النار. في الفرن كده بطريقة لذيذة وخفيفة وبتطلع مقرمشة جدا وطعمها جميل. وممكن تتاكل كده وممكن برضو ناكلها بطريقة تانية. نحطها كده في طاسة ونحط عليها شوية جبن بقى ونعملها وصفة مدلعة كده. وهتبقى يعني بالنسبة انك عاملاها في البيت وهتعملي كمية، فهي مش هتبقى مكلفة قوي زي ما تاكليها بره. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. بصوا منظرها جميل ازاي. اول حاجه انا عندي البطاطس طبعا قشرتها وغسلتها وقشرتها كويس. وهبدا ان اقطع فيها شرايح كده، بس مش تخين قوي ولا رفيع قوي. رفيع قوي ممكن يتحرق مننا ويلزق في الصينيه وهيبقى متعب في ان احنا نطلعه. والتخين قوي مش هيطلع مقرمش، فهو بصوا السمك ده مناسب جدا. وهنكمل البطاطساية بنفس الطريقه. انا استخدمت كيلو بطاطس، عملت لي كميه كويسه، يعني زي تقريبا طاستين من طاسه الجبن دي. وهبدأ ان انا بقول لكم اقطع البطاطساية بنفس السمك. حاولي ان السمك ما يختلفش من واحدة لواحدة، يعني شايفين اهو السمك ده حلو خالص. لان هي لسه لما تدخل الفرن هتكش شوية يعني. فعشان ما بقول لكم ما تبقاش رفيعة قوي وتتحرق، فيفضل هو السمك ده مناسب. الوصفة بجد جميلة وطبعا صحية أكتر من إنك تقعدي تقلي كمية البطاطس في الزيت. هو طبعا قلي في الزيت بيطلع طبعا أحلى وأطعم. بس بجد هي بتطلع جميلة جدا، وبتطلع مفيش فرق بينها قوي وبين القلي في الزيت. بالعكس بتبقى خفيفة على على المعدة و وصحية طبعا، يعني إلى حد ما بنحاول إن احنا نعمل وصفات صحية على قد ما نقدر. ونحاول ان احنا نخلي الاكل خفيف على قد ما نقدر. تمام، هنا البطاطس هي قطعتها. هديها غسلة كده كويسة وبعدين هنقعها في مية. يعني هغسلها في مية وبعدين هصب المية أو المرة الأولانية، وبعدين المرة التانية دي هتبقى مية نظيفة. هحط عليها شوية خل كده وهسيبها زي 5 دقايق كده بس. وبعدين هصفيها وانشفها كويس خالص بأي فوطة نظيفة أو مناديل. وبعدين هحط شوية زيت عليها. لازم تتنشف كويس خالص عشان ما تلزقش في الصينية معاكي. فنشفها بأي فوطة نظيفة عندك أو أي فوطة مطبخ نظيفة أو أي مناديل مطبخ. تمام، وبعدين ضفنا زيت زي ربع كوباية زيت كده. معلقة صغيرة فلفل أسود. وحطيت معلقة صغيرة من النشا. النشا بيساعدها انها تقرمش اكتر. تمام. وهضيف معلقة واحدة بس من الملح، لان انا ممكن بقول لكم هعمل بيها طريقة تانية اللي هي طاسة الجبن دي. فمش عايزاها تبقى مالحة قوي عشان ايه ما تحدقش معانا، لان لسه هحط حاجات تانية فيها حدوقة، يعني فيها سنة ملح، فمش عايزين الموضوع يبقى حادق قوي. تمام، وقلبت كده كويس وهبدأ اوزع البطاطس بتاعتي في صينية فيها ورقة زبدة. وفويل براحتك، عايزة تستغني عن الفويل وتكتفي بورق الزبدة ماشي. بس هو بحس ان ورق الزبدة لوحده بيبقى ضعيف، فبحب ايه ابطنه بفويل كده عشان ما يبقاش ضعيف قوي، يعني بحسه بيبقى رقيق قوي وممكن يعني بيلزق كده في الصينية وبيبقى يعني بيبقى صعب في انك تفكيه من الصينية. فبحس الفويل كده بيبطنه وبيساعده ان هو يبقى اظرف في انك تطلعيه بعد كده. تمام، وهدخلها الفرن على فرن طبعا سخن على درجة حرارة 200. لحد ما الاقيها اتحمصت معايا خالص كده وبقت زي الشيبسي كده. هروح مطلعاها كل شوية تبصي كده، واول ما تحسي ان البطاطسية بقت زي الشيبسي كده خلاص تطلعيها من الفرن. هنا بقى الطريقة التانية، جبت الطاسة بتاعتي دهنتها شوية زيت بساط كده، وادي البطاطس اهي بعد ما طلعت بصوا جميلة ازاي. وهبدأ اوزعها من تحت كده. احنا طبعا بنحاول ان احنا نعمل وصفات ايه تكون يعني زي المطاعم كده، لو الناس بتحب الاكل اللي هو المطاعم واكل اللي هو الجوسي وكده. بحاول ان انا اعمله لكم بطريقة يعني مبسطة ومش يعني، وطبعا اكيد مش تبقى مكلفة زي المطاعم. وفي نفس الوقت بنحاول نخليها صحية لو قدرنا نحط حاجة، يعني نستغنى عن اي حاجة مش صحية بنحاول نستغنى عنها يعني لو قدرنا. زي ان احنا نقلي بطاطس في الزيت مثلا فعملناها في الفرن.
فيعني بنحاول على قد ما نقدر يعني ان احنا نخلي اكلنا خفيف شوية، بس يعني طبعا يعني كل واحد على حسب يعني حبه للاكل طبعا، والاكل اذواق طبعا. تمام. وبعدين هنا بعد ما وزعت البطاطس كلها في الطاسة بتاعتي، بس شكلها جميل جدا وطعمها كان جميل جدا بجد. والطريقة دي بقى جميلة جدا، مش عايزة اقول لكم بتبقى حلوة قوي قوي بجد. نحط عليها شوية موتزاريلا بقى كده. طبعا كل ما عايزة الموضوع يبقى يمط معاكي اكتر ويبقى جوسي اكتر، هتزودي موتزاريلا اكتر طبعا، يعني معروفة يعني. ف... فهنا حطيت شوية موتزاريلا كده. وهبدأ احط شوية سلامي، عشان كده انا ما كترتش الملح في البطاطس، عشان السلامي بيبقى حادق سنة. فلو يعني لو حطينا ملح كتير هيبقى الموضوع حادق مش هنستحمله يعني. هنا وزعت السلامي بتاعي خلاص، وهضيف شوية موتزاريلا تاني كده على الوش، وهدخلها الفرن برضو سخن مسبقا طبعا، على درجة حرارة 200 لحد بس ما الجبنة تسيح وتاخد لون ذهبي جميل كده. ودي شكلها في النهاية، وأتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتكونوا اتبسطتوا بيها، ويا رب تجربوها. وشكرا جدا لمشاهدتكم ومتابعتكم.